وانت قاعد على البحر تخيل كده انك تعيش هنا طول عمرك. لا مش قدامه، جواه. صعب ها؟ بس اللي خلاه مش مستحيل السي جيبسز او غجر البحر. في منطقة أرخبيل سولو التابعة لدولة الفلبين وجزيرة بورنيو بيعيش السي باجاو. فهم سكيت. ودول حبة ناس بقالهم سنين كتير جدا على مدار أجيال كل حياتهم وسط البحر، ما بيخرجوش منه. من أشهر القصص عن أصل غجر البحر هي قصة خرافية عن ملك بنته ضاعت في البحر، وأمر حراسه إنهم يدوروا عليها، ولما ما لقوهاش ما قدروش يرجعوا من غيرها عشان الملك ما يقتلهمش، ففضلوا عايشين في المية. Okay, say something in Bismillahirrahmanirrahim. English. English. لا. Okay. Sikit. في كمان سبب تاني من أسباب كتير هي نظرتهم للبيوت الثابتة إنه زي السجن، فأي هجوم أو حرب أو طلق ناري هيقتل أصحاب البيوت دي فورا. إنما هما لأنهم بيتعلموا العوم والغطس من وهم أطفال أسرع ليهم ينطوا في المية ويغطسوا وينفذوا بحياتهم. بونجاو. Iya, bungkau tawi. بمناسبة بقى إنهم بيعرفوا يعوموا، غجر البحر بيطلع منهم أحسن غواصين في العالم. تخيل إنهم يقدروا يقعدوا 5 دقايق تحت المية من غير ما يتنفسوا، غير إنهم بيبدأوا يساعدوا أهاليهم من وهم عندهم 8 سنين في الصيد. Bayi Rahul, hari kiri lagi kami. Akhirnya kami main itu sampai kami tanggal nama itu. من حبهم في البحر عمرهم ما حسوا إن المركب اللي عايشين فيها صغيرة عليهم ولا حاجة، فلما قرروا يتطوروا شوية ما عرفوش يعيشوا على الأرض، واختاروا بيوت في وسط البحر برضه بس مرفوعة على أعواد خشب. أغلبهم ما بيعرفوش يقرأ ولا يكتب لأن مفيش مدارس، ولو حتى فيه هم ملهمش أي أوراق شخصية تثبت حاجة خالص. Kalau awak ada paspor, Boleh kerja. boleh kerja. عندهم رضا وتواضع وتلقائية في التعامل مع الأجانب. Does this one nose eyes. Okay. الست والعجوز والشاب والطفل من غجر البحر كلهم بيعوموا ويصطادوا، لأن دي المهنة الوحيدة اللي مسموح لهم يشتغلوها من غير أوراق رسمية. What's the story? Bayi Rahul. المشكلة السياسية اللي واقع فيها غجر البحر إنهم مش منتمين لبلد معين، لأن موقعهم واقع بين 3 دول: إندونيسيا، ماليزيا، الفلبين. فالدنيا ملخبطة شوية، بس هم مهتمين إطلاقاً، أهم حاجة عندهم البحر وبس. عشان كده مكسبهم الوحيد بيكون عن طريق السمك اللي اصطادوه، كأنهم بيتعاملوا بنظام المقايضة. Kerja awak? Kerja. السي جيبسز هم اللي متفصل عليهم مقولة زي السمك لو طلع من المية يموت، لأنهم فعليا لو خرجوا من البحر ما يعرفوش يعملوا أي حاجة تانية. والحقيقة إن اللي هم بيعملوه هم أحسن ناس بيعملوه، لأن محدش يقدر يصطاد زيهم لأن دي حياتهم. السي جيبسز مكان ما ينفعش أي حد يزور الفلبين أو ماليزيا أو إندونيسيا وما يزورهمش، خصوصا لو مصور، هيفوتوا مناظر مش هيشوفها غير هناك. السي جيبسز من أغرب الحاجات اللي شفناها في آسيا، ولازم أي حد يزور بورنيو يروح يزورها. لو عجبتكم الحلقة دي تابعونا عشان الحلقة الجاية هنوريكم أكتر من أسرار بورنيو.